اتكلمنا في فيديو قبل كده من قريب عن التليفون الاقتصادي الأكثر شعبية والأكثر مبيعا من شاومي وهو الريدمي 12. ولكن للأسف التليفون ده كان عليه شوية ملاحظات، أهمها إن المعالج بتاع الموبايل ده يعتبر بقى معالج قديم شوية، وكمان أداؤه يعتبر دلوقتي أداء ضعيف. وعلشان كده شاومي نزلت نسخة تانية من الموبايل ده بمواصفات محسنة شوية خصوصا من ناحية المعالج، وهو الريدمي 12 5G. واللي احنا في فيديو النهارده هنتعرف على كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه واهم الاختلافات اللي بينه وبين النسخه الفور جي. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان تشتركوا في قناتنا الثانيه قناه سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. الموبايل بيجي بنفس التصميم او الديزاين بتاع النسخه الفور جي، مفيش تقريبا بينهم اي اختلافات. فالتصميم بتاع الموبايل بسيط ولكنه في نفس الوقت تصميم عصري وشيك جدا. ولكن بقى اكتر حاجه عجبانه في التصميم بتاع الموبايل هو انه بيجي بخامات تصنيع من الازاز، وطبعا دي ميزه هايله في التليفون وما بنشوفهاش في الاجهزه اللي اغلى من ثمن الموبايل ده بكتير. والازاز ده عليه طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس، والاطار او الفريم اللي حوالين الموبايل بيجي من البلاستيك. التليفون واخد الشكل الايفون المستطيل المميز جدا، وكمان شكل السيت اب بتاع الكاميرات واخد من تصميم السيت اب بتاع كاميرات الايفون. ابعاد الموبايل وسمكه ووزنه مناسبين، ومش هيقابلك اي صعوبه خالص في استخدامك للتليفون، وهتتعود عليه بسرعه. وكمان جوده تقفيل وتصنيع التليفون ممتازه. فنقدر نقول بصفه عامه ان تصميم التليفون ده جميل جدا وهيعجبك، وهو من اهم الايجابيات بتاعته، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. الشاشه برضه هي من اهم الايجابيات والمميزات بتاع الريدمي 12 5G من شاومي. واول الايجابيات دي انها شاشه كامله بتيجي بالتصميم الجديد اللي بثقب دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشه من فوق. والشاشه مساحتها كبيره 6.79 بوصه، وده بيخلي الموبايل من فئه الفم. والشاشه دي من نوع IPS LCD بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2460 في 1080 بكسل، وده هيدينا 396 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه بكسلات ممتازه جدا. الشاشة جايبة بعد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 85.1% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله، وهي عليها برضو طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فهي بصراحة هتقدم لك أداء ممتاز، وده بالنسبة لشاشة موبايل اقتصادي. الألوان اللي بتظهر على الشاشة دي بتكون حادة ومشبعة جدا، كل حاجة بتظهر عليها بتكون واضحة ومتشافة بشكل ممتاز. الألوان واضحة ودرجة الحدة والتشبع بتوعها كويسين جدا، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا في منتهى الدقه والوضوح ومتشافين بشكل كويس. وبرضه من المميزات الهائله في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل بشكل سموز وانسيابي وسلس جدا. ودرجه سطوعها كويسه ومقبوله بنسبه كبيره، فانت مش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره، وده لانها بتيجي ب 550 نتس. حواف واطراف الشاشه مش اصغر حاجه، خصوصا الحواف السفليه، واللي كنت اتمنى بصراحه لو كانت صغرت عن كده شويه كمان. ولكن بصفه عامه نقدر نقول على الشاشه بتاع الموبايل ده ريدمي 12 5G انها شاشه ممتازه جدا في فئتها السعريه، وهتقدم لك اداء مرضي في عرض اي محتوى عليها من اي نوع. اما بقى بالنسبه للاداء، فهو اكبر نقطه تغيير وتطوير حصلت في الموبايل، وده عن النسخه الفور جي. فالتليفون بيجي بمعالج جديد من كوالكوم، وده لسه مش موجود في اجهزه كتير، وهو السناب دراجون 4 جين 2. فده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.2 جيجا هرتز بدقه تصنيع 4 نانومتر، واللي داعم لشبكات الجيل الخامس، مع معالج رسومي هو الادرينو 613. التليفون بيجي بثلاث نسخه بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا رام، والنسخه الثانيه فبتيجي بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 6 جيجا رام، والنسخه الثالثه والاخيره فبتيجي بسعه تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام. وطبعا دي النسخه اللي انصحك انك تشتريها من التليفون. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فهو بصراحه يقدم لك اداء محترم جدا، وده في كل المهام والاستخدامات، خصوصا في المهام والاستخدامات اليوميه، واللي اداء التليفون هيكون فيها اداء ممتاز جدا، ومش هيقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل وانت بتستخدمه. كل التطبيقات والبرامج اللي هتستخدمها على الموبايل هتشتغل معاك بشكل سلس وانسيابي جدا، مش هيقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. وكمان اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء محترم جدا وهيعجبك، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده حتى لو التطبيقات دي تطبيقات كبيره او تقيله، خصوصا مع النسخه اللي ب 8 جيجا رام. والتليفون هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. اما بقى بالنسبه لاداء التليفون ده في الجيمز، فانت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون.
وبرضه في الجيمز كده اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك وكل حاجه، ولكن يعني يستحسن انك تلعبها على اعدادات جرافيك متوسطه علشان تشتغل معاك بشكل مقبول يعني. فالنسخه ال 5G دي من الموبايل في المجمل هتقدم لك اداء جيد عن النسخه ال 4G، خصوصا لو انت استخدامك الاساسي للتليفون هو الاستخدامات والمهام اليوميه. اما بقى بالنسبه للكاميرات بتاع الموبايل فهي للاسف اقل من حيث العدد من النسخه ال 4G، ولكن بقى من حيث الاداء فهي بتقدم لك نفس الجوده. فالتليفون بيجي بكاميرا خلفيه ثنائيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، والكاميرا الثانيه فهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4. ولكن للاسف التليفون ما بيجيش بكاميرا الترا وايد، وده على عكس النسخه ال 4G، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات، فالكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل دي هتقدم لك اداء كويس جدا في الاضاءه القويه او في ضوء النهار، وده من حيث درجه الحده والتشبع والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا في الصور. هتحس ان الصور رايقه جدا والالوان بتاعتها ممتازه وسطوعها وحدتها كويسين وهيعجبوك، والتباين بتاع الالوان مظبوط مفيش لون داخل على التاني، والتفاصيل اللي بتظهر في الصور كتيره ودقيقه. وفي الاضاءه الضعيفه او في الاضاءه الليليه فالجوده بتاع الصور بتقل شويه ولكن مش بشكل كبير، والصور بتفضل محافظه على جودتها بنسبه كبيره، والنويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش واضحين قوي. وهتقدر باستخدام الكاميرا الثانيه بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل مقبول. اي نعم ادائها شبه كل الكاميرات البورتريه اللي موجوده في كل تليفونات الفئه السعريه، واللي هيكون طبعا مش احسن ولا اقوى حاجه، بيظهر فيها شويه غلطات، ولكن ادائها يعتبر اداء مقبول جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي. والتليفون ده كمان بيدعم تصوير فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، ما بيدعمش للاسف تصوير فيديوهات بجوده 4K. الموبايل كمان بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0، واللي تعتبر برضه شبه معظم الكاميرات السيلفي اللي موجوده في الفئه السعريه دي، واللي هتقدم لك اداء مرضي في انك تاخد بيها صور سيلفي في المناسبات هتكون يعني راضي عنها الى حد ما، ومش هتقدر تعتمد عليها في انك تاخد بيها صور سيلفي واو يعني ولا حاجه، فهي يا دوب هتستخدمها في انك تاخد بيها صور كده للذكرى او انك تعمل بيها مكالمات فيديو بس، مش اكتر من كده. البطاريه بتاع الموبايل هي برضو من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في الريدمي 12 5G من شاومي، فالتليفون بيجيب بطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير. اي نعم دي مش اكبر سعه بطاريه موجوده دلوقتي، ولكنها هتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص، حتى لو انت بتستخدم التليفون بشكل تقيل شويه، خصوصا ان المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه. وكمان المميز في البطاريه دي انها بتيجي بقدره شحن مقبوله 18 واط. اي نعم ده ما يعتبرش شحن سريع خالص، ولكنها قدره شحن كويسه الى حد ما بالنسبه لتليفون اقتصادي، فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعه ونص تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB Type C. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من شاومي وهي MIUI فيرجن 14، والواجهه دي واجهه كويسه ومقبوله الى حد ما بالنسبه للتليفون. اي نعم بيظهر فيها كده شويه باجز او مشاكل، ولكنها ما بتاثرش على اداء الموبايل بشكل ملحوظ يعني. شكلها حلو وظريف والايقونات بتاعتها شكلها كويس، وفيها شويه مميزات تانية هتعجبك زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G، ودي بصراحه ميزه كويسه جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي. وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. الموبايل بيجي بمستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه ممتاز من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراج الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. التليفون للاسف ما بيجيش بسماعه ستيريو، فهو بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. الموبايل بيجي بمستشعرات التقارب، والمستشعر ده مستشعر افتراضي سوفت وير مش هاردوير، وكمان مستشعر التسارع والضوء المحيط والبوصله، والGPS اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم تركيب وصلات OTG، وموجود فيه مستشعر IR، واللي هتقدر من خلاله انك تستخدم التليفون كجهاز ريموت علشان تتحكم بيه في الاجهزه الكهربائيه. ولكن بقى التليفون ما فيهوش راديو FM ولا مستشعر جيروسكوب، وكمان التليفون مقاوم للغبار ولقطرات الميه الخفيفه، وده بمعماريه IP53. والتليفون بيجي باصدار بلوتوث 5.3. الموبايل بيجي بثلاث الوان، اسود وازرق وفضي، وعلبه التليفون بيجي فيها الشاحن وسلك توصيل USB Type C وجراب للموبايل، وده بزرج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع بتاع التليفون $130، وده ارخص شويه من سعر النسخه ال 4G. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الريدمي 12 5G من شاومي اهم اختلاف بينه وبين النسخه ال 4G هو انه بيجي بمعالج افضل شويه،
واللي هيقدم لك اداء اقوى خصوصا في المهام والاستخدامات اليوميه المتعدده، ولكن من غير الكاميرا الالترا وايد اللي موجوده في النسخه الفور جي، واللي اعتقد يعني ان المعالج هنا بيكون اهم. ولكن غير كده تقريبا فما فيش اي اختلاف ما بين الجهازين. فالتليفون في المجمل هيقدم لك مواصفات محترمه هتكفي كل استخداماتك واهتماماتك، والاهم من ده كله برضو انه بسعر مناسب جدا. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. بشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.